إن الله يحب المحسنين. الحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب، وذلك أمر بالنسبة للبشر، لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بالرحمة والكرامة على المخلوق. والحق سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا على خلقه، فكما أن الله أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه يريد من عباده وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط، وبالطاقات فتبرز التفكير إلى عمل. يريد منا الحق أن يكون رائدنا في كل عمل أن نحسنه حتى نكون متخلقين بأخلاق الله، لأننا كما قلنا سابقا إذا وجدنا كل إنسان يحسن عمله فستشيع النغمة التي قلناها سابقا: كل مستقبل حسن في صنعة يقول الله. إذن فتشيع كلمة الله نغمة في الوجود تعليقا على كل شيء حسن، حتى الذي لا يؤمن بذلك الإله يقولها الله أيضا. فكأن الفطرة تنطق بأن كل حسن يجب أن ينسب إلى الله، سواء كان الله هو الذي فعل مباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس أو خلق من فعل الحسن. يبقى كله يقول إلى من؟ يقول إلى الله. ولو علم الذين لا يحسنون أعمالهم ماذا يحرمون الوجود من لتحسروا على أنفسهم، وليتهم يحرمون الوجود من كلمة الله، ولكنهم يجعلون مكان الله كلمة خبيثة يقول أخيه، فيشيع القبح في الوجود. وحين يشيع القبح في الوجود لمصنوع له صنعة لا تتصوروا أن يحسن هو صنعته، سيقابل المجتمع برضه بأنه يفسد في إيه؟ صنعته، ويكون الإنسان في عمومه هو الخاسر. فقول الله والله يحب المحسنين تشجيع لكل من يلي عملا أن يحسنه ليكون على أخلاق الله. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نسق القرآن نسق عجيب. أنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام، وبعد ذلك تكلم عن الحج، وجعل الأهلة مواقيت للناس، ورمضان شهوره قبل أشهر الحج، فيبقى أمر طبيعي. وأمر آخر يستدعي أن يتكلم في الحج، وهو أن الكلام في أصل القتال في الأشهر الحرم وعند الحرم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى. وفي آية لا يسألونك عن الأهلة جعلها مواقيت للناس وخص الحج. يبقى إذن الكلام عن الحج كلام سياقي طبيعي، كلام. حين يقول الله وأتموا الحج والعمرة نفهم منها إيه؟ لا تأمر بإتمام الشيء إلا إذا كان الشيء قد حق أن تفعله، وبعدين يقول لك أتمه، مش بداية مشروعية، لا ده بيقول لك أتم الحج، فكأنك بصدد أنك بدأت فيه، وبدأت فيه بتشريع، ويريد منك مش أن تحج، أن تتمه تجعله تاما مستوفيا لكل مطلوبات المشرع فيه. فربنا بيقول الله ودود، يعني محب لكم عطوف. ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل:
يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب، هي دي بتاع ودود بقى، أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا. الإنسان منا لما يجي يدعي إنه بيحب واحد من كل ما يتصل به يبقى محبوب. مش قال الشاعر وكل ما يفعله المحبوب ايه؟ محبوب. طب إن كنت بتحبني اتبعني. شوف خد بالك في كلمة اتبعني واستمع مني. اتبعني لا توجد إلا في السلوك. يبقى عايز بقى تحب شوفني بعمل ايه، يعمل زي. انما تدعي كده انك انت بتحب وبعدين اللي بعمله انا ما تعملش زيي، انا يبقى ما تنفعش. فقال دليل صدقكم في الحب المدعى منكم ان تتبعوني، فان اتبعتموني يبقوا خدتم نعمه الله في التكليف على انها نعمه وقبلتموها منه مع ما فيها من المشقه عليكم، فيحبكم الله لأنكم آثرتم تكليفه على المشقة في التكليف. يبقى إذن المرحلة أنتم أحببتم الله للإيجاد وللإمداد، وبعد ذلك وقفتم في التكليف يبقى تقيل عليكم. نقول انظروا إلى التكليف، هل التكليف لصالح المكلف أم لصالح المكلف؟ إنه لصالح المكلف. تبقى يجب أنك أنت تضم للنعم إيجاد وإمداد وتكليف. فإن أحببته للإيجاد والإمداد جائز ماشي، تقوم تحبه للإيه؟ للتكليف، تحبه للتكليف تعمله. يبقى بعد أنت ما حبيت ربنا يبقى ربنا إيه؟ يحبك. أولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر، إنما حب الله لك يقدم ويؤخر. قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلم لرسول الله ليقول لهم، قال له ايه؟ اتبعوني يحببكم الله. يعني انا ما انفصلتش عن ربنا، ما تعملوش ضرار بيني وبينه، ما تعملوش ايه؟ ضرار بيني وبينه. قال لان انا مبلغ عنه. طيب وبعدين قال ويغفر لكم. انتوا عارفين ويغفر لكم دي جايه، انتوا عارفين حكايه في التقنينات البشريه يقول لك ده اثر رجعي، يعني اللي ما كانتش في باله الحكايه دي يبتدئها دلوقتي وهنغفر له اللي فات ولا كانش عارفه. نعم. ويغفر لكم ذنوبكم اللي هي ايه؟ اللي فررتم منها عن اتباعي فانا جبت لكم الحكم.
عشان تعرفوا عدالة ربكم انه ما عملش الحكم باثر رجعي، لا، بعد ما اعلمكم كان يجب ان تفطنوا اليه بعقولكم، انما ما يبقاش حجه الا اذا كان بلاغا، والبلاغ جه، فاللي فات نغفر ويغفر لكم ايه؟ ذنوبكم، والله كما تعلمون غفور رحيم. قل ثانية برضه، قل اهي، اطيعوا الله والرسول. احنا كنا زمان قلنا في امور في قلب الامر بالطاعه جاءت في القران على 3 ألوان. مره يقول اطيعوا الله والرسول كهذه الايه، اطيعوا الله والرسول لم يكرر امر الطاعه بل جعل الامر واحدا، اطيعوا يعني المطاع الله والرسول الاثنين. الله، اذا اتبعوني يحببكم الله، قال لك لان اصلا طاعتي طاعه مين؟ هي طاعه الله، يبقى انا ما بقولكش طيعني انا، ده انت بتطيع الله، اطيعوا الله، ولذلك لم يكرر امر الطاعه. ومره في ايه اخرى يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يعني يجيب عند الله اطيعوا وعند الرسول اطيعوا، يبقى مره يوحدوا امر الطاعه خلاص، ويعطف على المطاع الاول بمطاع ثاني، زي الايه اللي معانا دي، اطيعوا الله وايه؟ والرسول. ومره يقول اطيعوا الله، انتهت دي، وبعدين يكرر امر ثاني يقول ايه؟ واطيعوا الرسول. ومره يقول اطيعوا الرسول بس. ايه الحكايه دي؟ قال لك هي دي الوان التكليف، لأن الأحكام اللي مطلوب منا أن نطيع فيها مرة يكون الله قد جاء بها والرسول أكدها بقوله، يبقى لما بطيع بالأمر الواحد ده بطيع مين؟ الله والرسول معه. مرة يأتي حكم من الله إجمالا ويأتي الرسول ليفصله. طب هو الأقيم الصلاة، أنا ما أعرفش الصلاة دي كام، لا كام وقت ولا كل وقت كم ركعة ولا ايه شغلته الله، وبعد ذلك الرسول يجيب لي، يبقى انا بأطيع الله في الاجمال واطيع الرسول في التفصيل. يبقى فيه طاعتين، فيه ايه؟ طاعتين اثنين، اطيع الله واطيع الرسول. الامر المتحد يبقى اطيع الله والرسول لانه امر واحد خلاص. الأمر الذي جاء من الله فيه تكليف إجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، يبقى أنا أطعت الله في الأمر الإجمالي في أن الصلاة واجبة وأقيمها. إيه الصلاة واجب أقيمها إزاي؟ كما يقول، يبقى دي مطاعة ولا لا؟ ومرة يجيء الحكم بالتفويض الأعلى من الله للرسول، يقول له أنت قرر في المسائل دي يا الله. هو ما دام كده قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ترك للرسول ان يصنع اشياء ولا لا؟ ما دام ترك للرسول يبقى هو اداله بالتفويض العام، بالتفويض الايه؟ وما دام اداله بالتفويض العام يبقى انا لما اطيع فيما يقوله وان لم يقل الله به يبقى داخل. ولذلك كان لما يجي يقول له الواحد اي حكم مش موجود في القران يقول له ما دليله من القران؟ ما دليل ان الفجر ركعتين، ودليل ان الظهر 4 والعصر 4 وده 3؟ ايه الدليل؟ نجهر هنا ونجهر هنا. قال له غير بالك الدليل ايه؟ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل جاي من القران ولا لا؟ والدليل جاي من القران. يبقى الامر بالطاعه جاء في القران على الوان 3. اللون الاول ان اتحد المطاع، الامر بالطاعه الله والرسول، يعطف الرسول على مين؟ على الجلاله. ان كان لله امر اجمالي وللرسول تفصيلي نقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول. طيب على الاول. وان لم يكن لله حكم بل هو بالتفويض العام، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده اسمه ايه؟ دي للرسول. اطيعوا الرسول، اطيعوا الرسول.
ثم يأتي بعد الله والرسول في أطيعوا وأطيعوا. احنا قلناها مرة ان هو يجي يقول وأولي الأمر. وأولي ايه؟ هو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، مش جابها في مسألة أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر عشان يلتحموا في طاعة واحدة، جابها في الآية اللي مفرق فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول علشان تفتن إنه عند أولي الأمر حدث شيء، وهي إيه؟ أطيعوا. عشان نقول له إيه وهم ما لهمش طاعة ذاتية، الرسول له طاعة ذاتية، إنما أنتم مالكوش طاعة ذاتية، طاعتكم من مستمدة من باطن طاعة الله ورسوله، فلا طاعة لكم فيما لم يكن طاعة لله وللرسول. خلصنا من دي كده. قل أطيعوا الله والرسول، يبقى انتم ان كنتم حريصين على الحب من الله لكم، انتم بتحبوا ربنا، لكن انتم المسألة ان ربنا يحبكم، مش كده الفايدة تيجي من هنا على الأول. فأدي اتبعوني، وفي التكليفات تعملوا ايه؟ أطيعوا الله والايه؟ والرسول. أطيعوا الله والرسول. فإن تولوا يعني ايه؟ يعني لم يستمعوا إليك ولم يتبعوك. شوف بقى، فإن الله لا يحب الكافرين. يا ستار، انتقلت إلى الكفر على طول، انتقلت ايه؟ على الكفر. لما تولوا عن الله والرسول والى اخره يبقى انتقلت الى الايه؟ في تفظيع اكتر من كده بقى؟ مفيش تفظيع اكتر من كده. وكلمة تولوا بقى يعني كأنهم نفروا واعرضوا، مش خدوا الحكم وبعدين يعني الكسل ما خلاهمش يعملوا، جت من اولها. ولذلك احنا قلنا فليحذر الذين يخالفون عن اوامر الله انهم ما يفرقوش بين امر يتقبل على انه الحكم الحق وبين حمل النفس على الحكم. اوعى تيجي الشيء لا تحمله، لا تقدر على حمل نفسك عليه وتتسامى الى انك تنكره، لانك انت ان انكرت تبقى البعيد كافر. انما خليك مؤمن بيه ويقول له هو كويس بس انا مش قادر على نفسي، تبقى معصيه، بس تبقى ايه؟ تبقى معصيه فقط.